السلام عليكم. اليوم نوجد معكم طريقه ديال المسمن معمر بحشوه لذيذه ما تشبعوش منها. اول حاجه كنديروا جوج تلاف ديال الدقيق، كنزيدو عليهم واحد 3 ديال الفينو، كنزيدو رشيشه ديال الملح، وكنخلطو كلشي بالماء بارد من الروبين. كنجمعوا العجينه وكنخليوها ترتاح شويه، من بعد كندلكوها مزيان حتى نشوفوا العجينه ديالنا طحفات. من بعد كنخليوها ترتاح شويه وكنقطعوها الحجم اللي بغينا. انا قطعتها 10 ديال القطع، شكلتها كريات صغار. من بعد خليتهم كيرتاحوا واحد شويه، غطيتهم بما نوجد الحشوه عندي فيها بصله كبيره مشنبه، فلفله مشنبه، خبز محكوك، كورجيط محكوكه، كنديروها في مقله، كنديروا ليها الزيت وكنخليوها تشحر على خاطرها. من بعد كنزيدوا عليها كفته ولا صدر دجاج ولا اي حاجه عندكم. كنزيدوا التوابل، الملحه، البزار، كمون، سكينجبير، الخرقوم، السودانيه، التحميره، وكنخليوهم يتشحروا مزيان حتى يتقلاو على خاطرهم. كنخليو ديك الكفيسه ديالنا حتى كتخفر على خاطرها. من بعد كنزيدو ليها واحد الفلفله حاره مقطعه، اي صوص حاره كتعجبكم، كزبر ومعدنوس. من بعد كنبداو نزرعو العجينه ديالنا بالزيت والزبده والفينو فيه خماره ديال الحلوى. كنبسطو بالطريقه اللي كتشوفوا معايا في الفيديو، بهاد الطريقه حتى يبقى يبان لكم سطح ناعم. من بعد كنديرو هاد الخطيبات كيما كتشوفوا معايا، وكنديرو الحشوه ديالنا اللي صايبت معكم. كنبداو نطويو بطريقه مبسطه في الفيديو، طريقه سهله وسريعه. كنعاودوها مره اخرى، كنعاودو كلشي بنفس الطريقه. الزبده، الفينو، كنعاودو نديرو دوك الشريبات هكا كيجينا المنوي ديالنا مورق وزوين ما تشبعوش منه البنات. كيفما كتشوفوا معايا في الفيديو كنصايب هاد الشي بنفس الطريقه، كنخليها ترتاح غير واحد شويه، وكناخذ شويه الزيت اللي فيه واحد المعالقه صغيره ديال التحميره هكا لقبل اللون وصافي. كناخذو مقله كنسخنوها مزيان وكنرشو هاد الزيت، وكل ثانيه نقلبوا الملويه ديالنا باش تنفخ معكم ويجيكم مورق وطايب مزيان من داخل. كما كتشوفوا معايا في الفيديو، طابت الاولى كنعاود ندير الثانيه. وبالصحه والراحه.